يبدأ الفيلم بلولا واللي بتكون شغالة ويتر في كافيه، وصاحب الشغل بيعملها بطريقة وحشة جدا. بعدها بنشوف راجل قاعد في العربية بيكون اسمه جاكي، وهو بيراقب واحد اسمه والتر علشان المفروض يقتله، وما بيعرفش يقتله في الآخر لأنه راكب حصان. وبيدخل والتر الكافيه وبيكلم لولا وبيطلب قهوة، وبنشوف بعدها جاكي بيتنكر وبيلزق الشنب في وشه، وبياخد سلاحه وبيدخل الكافيه وبيقعد على ترابيزة والتر وبيقول له انه مش عاوز يأذيه، وانه مديون بفلوس كتيرة جدا لبولي، وده بيكون رئيسه في الشغل. وبيقول له الله يخليك انا مش عاوز اقتلك، فلو تقدر تدفع اللي عليك ادفعه وخلينا نخلص. فبيقوم جاكي من على الكرسي علشان يمشي، وهو خلاص خارج بيروح يبص لورا وبيضرب بالمسدس عليه، وهو كمان بيضرب، وبيستمر الضرب ما بينهم بشكل عشوائي لغاية ما والتر بيطلع وبيركب حصانه وبيمشي. فجاكي بيسأل لولا هل الراجل ده مات ولا لا، فبتقول له لا، وان الشيف بس هو اللي مات. فبيأمرها تيجي معاه وبياخدها في حتة فاضية بالعربية، وبينزل يكلم دوم ويقول له انه قتل الشيف وولتر هرب منه. فدوم بيفضل يزعق له وبيقول له انه لازم يتقتل مهما حصل لانه مجرم وحرامي، وبيطلب منه يحاول يقتله مرة تانية. وهو بيكلم دوم بتروح لولا تفتح العربية وتهرب منها. فبعد ما بيخلص جاكي المكالمة بيبص مش بيلاقيها، فبيجري وراها لغاية ما بيمسكها وبتقول له انه اسوأ مجرم في التاريخ. فبيقول لها انه مش مجرم ولا عمره هيكون، وان دي مش طبيعته، لكنه وافق يعمل عملية قتل والتر لان ابنه في السجن مظلوم وهو محتاج له محامي ومش معاه فلوس. وبعد كده بنروح للسجن وبيكون الشرطي بيكلم شوية مراهقين مساجين باسلوب وقح جدا، وبيكون فيهم ابن جاكي واللي بيكون اسمه بيلي، وبيستمر في التنمر عليهم واحد ورا التاني. وبنرجع تاني لجاكي ولولا وهم راجعين لعربية جاكي وبيقولوها اتخطفت. فجاكي بيقول انه استسلم وانه مش مجرم، وبيفضل يكرر الكلام لغاية ما بيقعد يعيط. وبيقول له لولا لو عاوزة تهرب او تجري او تمشي خالص هو عادي مش هيحاول يمسكها لانه فقد الامل في كل شيء، ولما بيفتكر ابنه المحبوس بيعيط اكتر. فلولا بتقوله انها ممكن تساعده ومش هتهرب، فبيفضل يضحك ومش بيصدقها. فبتأكد له انها هتساعده وهتقف جنبه بدون اي مقابل، وبتاخده على بيت مامتها فبيبان انه بيت فخم جدا. فجاكي بيقول لها انه لو ده بيتها ده معناه انها اكيد غنية قوي. فبتقول له ان مامتها هي صاحبة البيت وهي مجرد محظوظة مش اكتر، لان كلهم اثرياء جدا وميتين، وان مامتها ملقبة بالارملة السوداء. وبيطلعوا على البيت وبتديله لبس جوز امها، وبتبدأ تقول له خطتها، وبتكون عبارة عن انهم يروحوا بعربية امها للمستشفى بكرة، وهيكونوا عبارة عن 2 مرتبطين وبيخططوا للجواز، وهتديله شوية فلوس علشان خاطر محامي ابنه، وهي هترجع لكوستاريكا. فبقول لها تمام بس ليه هنتجوز؟ فبتقول له ان دي وصية امها انه لازم تتجوز علشان تديها الفلوس اللي محتاجاها. فبيوافق وبتقول له يختار اي اوضة ينام فيها. فبقول لها انه قلقان جدا على ابنه لان محاكمته بعد 3 ايام وهو حتى ما وكلش محامي. فلولا بتقول له ان مامتها هتموت قريب بسبب الكانسر، وانها مش عاوزة تدخل منافسة بس الحياة قاسية جدا، وبتقوم علشان تنام. وفي الفجر بتقلق فبتقوم وبتسمع صوت جاكي بيبلغ مأمور السجن انه ابنه بيعاني من السكر، فياريت يعملوه كويس لانه مش هيتحمل سوء المعاملة. وتاني يوم بنشوف دوم وهو مسافر لبيت والتر بنفسه، ورجالة والتر بيفتشوه بره وبيسيبوه يدخل، وبيقول له دوم انه مديون لبولي باكتر من 100,000، وانه كان المفروض يسدد من 6 اسابيع لكنه مستمر في التأخير، وانهم ممكن يقتلوه بكل سهولة. فولتر بيقول له انه اعلى ما في خيله يركبه، وانه عنده علاقات في الشرطة والحكومة ويقدر بتليفون واحد ينهي حياته هو ومديره بولي ويبوظ دنيتهم خالص. فدوم بيقول له قشطة، هعتبر نفسي ما سمعتش حاجة يا باشا، قدامك اسبوع مش اكتر وهشوفك تاني. وبيسيبه وبيمشي. وبنروح للولا وجاكي وهما في المستشفى، وبتحاول تقنع امها انها تتجوز جاكي علشان يقدروا ياخدوا منها الفلوس. فبتعرف ان بنتها مخادعة وبتقفشهم، لكن لان بنتها بتصر بتفضل تحكي مع جاكي في اي كلام باعتبار انه بيتقدم لها يعني. وبترجع لسريرها في المستشفى وبتقول لهم انها مش مصدقاهم. فبيضطر جاكي انه يقول لها الحقيقة وانه محتاج الفلوس لابنه لانه هيتحبس. في اللحظة دي بتشكره ام لولا على صراحته وبتوافق تديه الفلوس وقت ما يحتاجها. وبيروحوا على بيت طريقة جاكي يبلغوها باخر الاخبار، وبيتفاجئوا انه مش فارق معاها اي حاجة. وبيجي عليهم دوم وجاكي بيهرب هو ولولا، وبيروحوا منطقة استراحة يريحوا فيها شوية. وتاني يوم بيدخل دوم على جاكي وبينزل ضرب فيه، وبيقول له انه براحته خالص كده كده هينتهي به الامر في السجن بتهمة قتل الشيف.
خفيف، فبيقول له دقيقة واحدة بس يلبس هدومه لأنه لسه خارج من الحمام، فبيقول له ياخد وقته، وأول ما بيلف بيضربه وبيرد له جاكي الضربة وبيفقد الوعي. وبترجع لولا من بره بكحك محلي، فبيقول لها من الأفضل إننا نمشي خالص، وبياخد الكحك ولبسه وبيخرج بره وبيروح على القسم. وهناك بيطلب جاكي من لولا إنها تدخل تعمل نفسها أم الولد مع الضابط، وبيقول لها تعرف ابنها إنه بيحبه وإنه رايح للمحامي دلوقتي علشان يخرجه من السجن. فبتدخل وبيديها استمارة تملاها، وبتروح تقول للولد إن أبوه شغال علشان يخرجه من السجن في أسرع وقت. والولد بيقرر كلامه ليها إنه بريء وانه ما عملش اي حاجه، فبتقول له انها مصدقاه وبتطلب منه ما يقلقش. هو بيروح لجاكي واللي بيكون عند المحامي، وهو بيطمنه خالص وبيقول له انه بمجرد ما يستلم فلوسه هيكون استلم ابنه، فبيطمن جاكي جدا. وبنرجع لدوم وبولي واللي بيكون نازل تهزيق فيه، وهو بيعمل معاه الصح لان جاكي فلت منه للمره التانيه، وبيقول له انه الصبح مش هيصبح عليه غير وهو قاتل جاكي. فبيقول له انه هيحاول يدور عليه مره تانيه ويقتله، لكن دوم من جواه بيكون حاسس بالذنب لان ابن جاكي مش هيعرف يخرج من السجن لو ابوه مات، والولد مظلوم فعلا. فبولي بيقول له انه اخر همه موضوع الولد، وانه كل اللي يهمه الفلوس وبس، وبيقول له انه ما بقاش راجل كويس ولا هيبقى، وبيعرفه انه بكره هيروح يقتل والتر راعي البار في مزرعته، وان دوم المفروض يروح يدور على جاكي ويقتله بنفس الطريقه اللي هيقتل بيها والتر. وبنروح تاني لجاكي وبيكون جه الوقت اللي هيستلم فيه الفلوس من ام لولا، وبيكونوا قلقانين جدا هما الاتنين احسن ام لولا تغير رايها لانها مخيفه وشخصيه غريبه الاطوار. واول ما يوصلوا المستشفى بيتفاجئوا بانها ماتت، وبتطلع لولا وبيطلع وراها جاكي وبيحاول يهديها في عربيته، وبتقول له انها متاكده ان امها انتحرت. فبيقول لها مع ان صحتها اتحسنت الفتره الاخيره، فلولا بتقول له يرجعها البيت. فبيقول لها جاكي انه مش حاسس ان دي افضل حاجه يعملوها دلوقتي، وهو بيقترح عليها ان الافضل انهم يقعدوا مع بعض ويعرفوا ياخدوا الفلوس ازاي. فبتتعصب جدا لولا وبتقول له انه انسان مريض نفسي واناني ومش مقدر فقدانها لامها. فجاكي بيزود الطينه بله وبيقول لها على اساس انها خساره كبيره، يعني ما انت ما كنتيش بتحبيها اصلا. فبتتجنن لولا وبتفضل تزعق وبتخبط بالعربيه، وبتقول له ينزل في اي حته وانها مش هتقدر تساعده لان امور وصيه امها هتحتاج محاكم وقضايا وفين لما تقدر تاخد الفلوس. فبقول لها انه بيحبها وعاوز يتجوزها، وهي قالت له انها بتحبه ساعه لما كانوا في الاستراحه، فازاي دلوقتي بتقول له ينزل؟ مش فاهم. فبتعتذر له وبتقول له انها كانت بتهزر ومش قصدها انه ياخد الكلام بجد. فبيشكرها على مساعدتها ليه وبينزل وبترمي له هدومه من الشباك، وبيفضل قاعد في الشارع قدام القسم. وبتروح هي تجهز شنطتها للسفر وبتقعد تفكر في ابن جاكي شويه. وتاني يوم بتكون محاكمه ابن جاكي، والقاضي بيسأل عن المحامي ومش بيكون في اي محامين يترافعوا عن الولد، لغايه ما فجأة بيدخل جاكي على اساس انه المحامي، وبيقولوا انه من مكتب باسم المحامي اللي كان هيترافع انتحال شخصيه يعني. وبتروح لولا تقعد تتفرج على المحاكمه، ومش بيكون في غيرها، وبيترافع جاكي عن ابنه وبيقول انه كان تحت تاثير الكحول، وبيساعده في المرافعه ورق المحامي اللي فات لانه فضل طول الليل يذاكر فيه وبيقدر يرد على اسئله القاضي. فالقاضي بيسأل على ام الولد، فبتروح لولا تقول له انها الام، وبتحكي له عن معاناتها في تربيه ابنها، وان ابو الولد الحقيقي ميت، وانها شغاله في 3 وظايف، فهي طول الوقت بره البيت ومش بتشوفه، وكمان بتعاني من الكانسر وفي اشد الحاجه للفلوس، فمش قادره تسيب ال3 شغلانات، وبيحبكوها هما الاتنين على القاضي احلى حبكه. والولد بيخرج فعلا بعد ما القاضي بيكون اقتنع، واول حاجه بيعملها بيسأل عن امه، فابوه بيقول له هو ده كل اللي همك، لانه بيكون مداري عنه ان امه انسانه سيئه. والولد لما بيشوف لولا بيفهم لوحده، وبتقول له لولا انه ده الوقت المناسب علشان يروحوا كوستاريكا، فبيوافق جاكي وبيرحب بالفكره. وهما ماشيين على الطريق بيخبطوا دوم بالعربيه وبيكون هيقتله، لكن لما بيشوف بيلي ضميره بيصحى، وهو بيتراجع وبيقول لجاكي اوعدني ما اشوفش وشك هنا تاني. فجاكي بيقول له هوعدك. وبنروح لبولي ودوم وهما واخدين عربيه مصفحه، وبيروحوا لبيت والتر، وهناك بيهجموا على كل الحراس اللي واقفين بره وبيقتلوهم، وولتر جوه بيستعد. فبولي بيقول له معايا الليل بطوله، لو ما خرجتش مش هدخل. وبيقعد فعلا الليل كله لغايه ما بتيجي الشرطه، وبيفضل والتر يضحك على بولي لانه خلاص بيكون اتقفش. واول ما الشرطي بيفتش البيت من بره فبيلاقي ظل انسان ورا الستاره، فبيكون هو والتر، لكن الشرطي مش بيعرفه فبيقتله. وبولي بيكون قاعد على الكنبه مستسلم ومش عارف ايه اللي هيحصل له كمان دقايق. لايك للفيديو لو عجبك يا صديقي، وما تنساش تشاركنا برايك في التعليقات، واقترح لنا افلام تحب نلخصها، وما تنساش تشترك معنا في القناه علشان تشوف كل ملخصاتنا اللي جايه.